اهلا بيكم في فيديو جديد ووصفه جديده، وجايبه لكم النهارده وصفه بجد تحفه حلوه جدا ومغذيه وحلوه قوي، وتنفع لبتوع السكر وبتوع الدايت، واكله صحيه قوي. محشي السلق ومحشي البصل، بجد حاجه تجنن وحلوه قوي. شايفين شكله؟ الورق بتاع السلق ده بيبقى عامل زي الزبده، بصوا من جوه، شايفين شكله حلو قد ايه؟ حلو جدا جدا جدا. جربوه وان شاء الله هيعجبكم. وقبل ما نبتدي الوصفه بتاعتنا، اللي اول مره بيشوفني انا اسمي سامي، واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبكم محشي السلق لايك وشير، ويلا بينا على الوصفه. وتعالوا نشوفوا نجيبوا السلق ده منين. من وول مارت او اي مكان هتلاقيه. ادي اللون اخضر، فيه منه لونين، وادي اسمه بالانجليزي اهوت، وفي منه اللي هو عرقه احمر. اللي عرقه احمر ده بيبقى ورقته طريه عن اللي عرقه ابيض، بس خلي بالك وانت بتشتريه بتلاقي الورقه بتاعته بتتهري بسرعه. شايفه؟ نقي الورقه السليمه. وبعد ما غسلناه كده وحطيناه على فوطه، هنبتدي نطلع العرق اللي في النص ده، وبالراحه برضو لانه بيتهري بسرعه. وهنبتدي نقطعه بالشكل ده ونفرده على فوطه علشان يدبل، يبقى عندنا دبلان زي ما كنا بندبل ورق الخس. ولو انتي مستعجله عليه يبقى ميه مغليه وتسقطيه فيها وتطلعيه على طول. وده ورق السلق بعد ما غسلناه وسبناه ودبلناه، شايفين شكله؟ بتدبليه زي ورق الخس. وتعالوا نشوفوا هنعمل البصل ازاي. البصلايه بنقطعها من هنا كده ومن هنا، وتيجي جايه، شايفاني؟ البصلايه تمسكيها كده من النص لحد ما توصلي للنص. شايفين وصلت لحد فين؟ لحد النص اهو. عندي ميه مغليه اهي، وهنحط عليها شويه كمون وشويه ملح، وهنحط فيها البصلايه ونحطها على النار لمده 10 دقايق. وتعالوا معانا عبال البصلايه ما الميه ما تغلي وتستوي. معانا ادي بقدونس وادي كزبره، هنبتدي نخرطه. بصي لما تلاقي الشق وسع كده يبقى كده ايه؟ بدأت تستوي. هنطلع ورقه ورقه. بصي شايفه الورقه شكلها ايه اهي؟ نشوف التانية، لو هتطلع هتطلع، مش هتطلع هنرجعها الميه تاني تستوي شويه. اهي طلعت اهي. بصي لو حاسه ان الورقه جامده معاكي حطيها في الميه لحد ما تخلصي الكميه بالشكل ده. وادي البصل عندنا ادي شكله، شايفين شكله بعد ما استوي؟ لو عندك الورقه البصله كبيره ممكن تقصيها 2. وهنجيب عيدان السلق ونفرشها في القعر كده. ومعانا برضو قلب البصل برضو تحت الخضره اللي قطعناها، بقدونس على كزبره. معانا مشروم، هو بيسود لما بيتقطع ويتساب. معانا فلفل الوان، ادي اصفر، فلفل اخضر، فلفل احمر، بصلايه متوسطه. ومعانا الطماطم، بصوا حتت اهي، حتت ما بنفرمهاش. نص كوبايه صغيره، شايفه حبه قد ايه رز؟ يعني مش كتير. يبقى احنا عندنا البدايل، يا بديل الرز اللي هو الكرنبيط وعملناه فيديو قبل كده، او الفول الصويا، او حبه رز ممكن تعمليه من غير خالص، ده حسب الرغبه. وتعالوا بقى ايه؟ نحط الملح بتاعنا، نص معلقه فلفل اسود، شويه من السبع بهارات، وهنحط 3 معالق زيت. ممكن تعمليها باللحمه، تحطي بدل الرز وبدل البدايل التانية حطي لحمه مفرومه. ونبتدي نقلب كل المقادير دي ببعضها كده. شايفين حبه الرز اللي حطيناهم مش باينين خالص. وهنجيب معلقه ماجي ان كانت بودره او معجون اللي هي بالخضار. وهنجيب حاجه تانية بقى بتنقل المحشي ده لحته تانية وطعم تاني خالص. المعلقه دي معيار معلقتين مع بعض، يعني دي معلقتين وده دبس الرمان. هناخد معلقه من اللي هي معلقتين، يعتبر معلقتين دبس الرمان،
شايفين؟ ادي الشكل بتاعها، ويلا بينا نعمل المحشي بتاعنا. ادي ورقه بصله اهيت من الخلطه ديت الجميله دي، بصي، ونبتدي نلفها كده. شايفه؟ عايزه تعمليها رفيعه قوي وتقسميها الاتنين حسب ما تحبي. شايفين الشكل جميل قد ايه؟ هنحطها كده بالشكل ده واقفه كده في الحله، مش هنحطها كده، هنحطها كده. طب تعالوا على الورق بتاع السلق. ورق السلق ده بجد يعني بيتحشي ويتعمل طعمه بجد خرافه. وهناخد كده على الطرف كده، وهنسيب حته هنا، ناخد الحته دي بصي ونعملها زي القرطاس. شايفه كده اهي، اللي فيها كمان لف. وبعدين تعالي بدي على الناحيه دي كده كده كده، بقت مثلث. شايفين شكلها؟ ده ورقه كبير، فهنقسم الورقه كده. بصي بقى، اهو بتلفيه عادي، محشي عادي خالص اهو. وبتعملي برضو الصابع زي ما انت عايزه، عايزاها كبيره عايزاها صغيره. هنعمل الكميه كلها ونوريها لكم. وكده خلصنا المحشي بتاعنا. فضل مني شويه حشوه، عملت طماطمتين، هتاكلوا بقى احلى محشي. وبقى هنحط هنا الميه اللي نزلت من الخضار كلها بالطماطم، هنحطها هنا. وهنجيب الحتت الصغيره بتاعت السلق اللي فاضله مننا، ما نرميهاش، بيبقى طعمه حلو جدا طبعا. وهنحطها على الوش بالشكل ده. مش هنحط ميه لان كلها خضار وهتنزل لنا ميه. وكده المحشي بتاعنا استوي. شايفين جماله؟ استوى من غير ما نزوده اي ميه، بالسائل اللي نزل من الخضار عندنا. شايفين جماله؟ ولا طعمه بجد تحفه، ومغذي جدا وصحي جدا، وبجد بجد طعمه مريح.